علينا أفلام وبرضه لسه مش أبطال، لعايشين الأوهام وفي الأساس ملكوش الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقالنا كتير بقى ما طلعناش يا جماعة لايفات، فقلنا بقى ايه نتكلم النهاردة على موضة الموسم، ألا وهي الفويد. تمام. واحنا النهاردة هنتكلم على البيزة الأكثر جدلا في الأيام الأخيرة، وعايزين الهورنات وعايزين الهورن والكلام دوت. بصوا يا جماعة، البيزا ديت طبعا يعني هي مش جديدة. تمام. فهي نازلة بقالها كتير قوي، بس الأيام ديت عشان طبعا لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع، فالناس طالبة عايزين الهورن وعايزين يسمعوا حاجة جديدة والكلام دوت. ف كل الفترة اللي فاتت ديت أنا كنت او احنا كنا بتكلم بصيغه الجمع. طبعا احنا كنا بنظبط البيزا ديت، وبنشوف المناسب ليها، بنشوف احسن صوت ليها، بنشوف احسن تصميم ليها، عشان نبقى مختلفين. يعني عشان نبقى مختلفين حتى في ايه، احنا اللي يخلينا نختلف في القصه بتاعتنا ديت وهو الصوت. يعني
الصوت دوت هو اللي يخلينا نختلف. انت بتختلف في ايه؟ في الصناعه بتاعتك، صوتك. مش هنقول بقى حبايه، مش هنقول اكسسوار، كل دوت موجود ومطلوب والكلام دوت، بس كل ده متاح هنا والحمد لله احنا عديناه. واحنا دلوقتي دخلنا على حته تانية او قصه تانية. فقلنا النهارده بقى ايه، يعني نتكلم على قصة البيزا الفويد ديت، ونشوف الصوت بتاعها بيفرق عن البيزات التانية، التصميم بتاعها ايه قصته، ايه المميزات بتاعتها، ازاي اقدر اخد احسن كفاءة فيها. يمكن بقى في الايام الجاية ان شاء الله كل موديل هينزل جديد هتلاقوني منزل عنه يعني فيديو كامل بيتكلم على الموديل دوت، بيتكلم على الصوت بتاعه، الكواليتي بتاعته، التصميم بتاعه، عشان الناس طبعا الحاجة اللي هي لسه في ناس كتيرة متعرفش البيزات الهورن ديت والوظيفة بتاعتها ايه والقصة بتاعتها ايه والصوت بتاعها ايه. وفي ناس كتيرة جربت البيزات الهورن ديت وبتفضلها عن البيزات العادية. فاحنا النهارده يا جماعة، وانا النهارده طلعت معاكم، وكل منتج جديد ان شاء الله هعمل عليه لايف وهعمل عليه فيديو كمان في عندي في القناة بتاعتي، عشان نبقى كلها على عينك يا تاجر كده، يعني كلها مفيش حاجة مستغطية على حاجة، مفيش حاجة مجهولة عن حد. المنتج دوت بيشتغل ازاي، ايه قصته. فعشان بس ما نطولش على بعض، فاحنا النهارده باذن الله هنتكلم على البيزا الفويد. فخلينا بقى نشوف البيزا الفويد ديت ايه قصتها الاول. تمام، هتلاقوا بقى ان البيزا الفويد دي يا جماعه زي ما انتم شايفين كده اهي، ديت السنجل منها، دي السنجل منها. تمام، البيزا الفويد ديت هي عباره عن بيزا هورن. يعني ايه هورن يا جماعه؟ يعني ان الطبق بيمشي او الخرج بتاع الطبق بيبقى على شكل هورن زي ما انتم شايفين كده. وعشان ما نخشش في تفاصيل كتيرة، دي بتندرج تحت حاجة طبعا الناس اللي تعرف عن تصميمات البوكس، حاجة اسمها باند. ف دي يعني حاجة يعني تصميم بوكس معين كده. تمام، فليه منها كذا تصميم. فدوت تصميم من ضمن التصميمات اللي هي الهورن، اللي هو السماعة بتبقى جوه الكالونة. يعني السماعة جوه البوكس، انت مش شايف السماعة من هنا ولا من هنا، انت في فتحات عندك اهي وفي فتحات عندك اهي، فتحات خاصة بخروج الهواء اللي قدام الطبق وفتحات خاصة بخروج الهواء اللي ورا الطبق. وهنيجي دي السنجل منها، يعني يعتبر دي يا جماعة، دي اللي انتوا شايفينها ديت اهي، دي نص البيزا الدبل ديت. فهنتكلم على كل دوت دلوقتي. احنا هنا عشان بس ايه تبقى العملية واضحة لينا، نتكلم هنا كده اهو. دوت هنا ده الغطا دوت بيتشال، بيتفتح من جوه وبيتحط السماعة جوه. السماعة ديت طبعا بتبقى راكبة بالجنب هنا كده، في قدامها فتحة بتخرج وش السماعة الهواء بتاعها، وفي ظهر السماعة هنا بيخرج من الفتحات اللي انتوا شايفينها ديت. طبعا الفتحات ديت والفتحات ديت والحديد اللي انتوا شايفينه ده، دي كلها مقاسات اوريجينال، نفس تصميم الاوريجينال. تمام، نفس المقاسات بتاعتها بالملي. ليه بقى؟ لان عندنا البيزات الهورن ديت لو الملي لو في ملي فرق فيها مش هتسمع الاداء بتاعها. فعكس البيزات الريفلكس اللي هي الفاتحه، يعني البيزات العاديه بتاعتنا ديت ممكن تزود مثلا العمق بتاعها، ممكن تقلل العمق على حسب نوع الطبق الكلام دوت. انما ديت يا جماعه عشان جواها مسارات من جوه وتصميمها مختلف شويه عن التصميمات التانية، فهنلاقيها مختلفه في القصه بتاعتها. هنتكلم بقى على ايه هي مختلفه في ايه.
اول حاجه يا جماعه ديت احنا ايه البيزا السنجل اللي انتوا شايفينها ديت اهي، تمام. وفي البيزا الدبل. البيزا الدبل ديت بيتحط هنا سماعه وهنا سماعه، تمام. يعني هي جواها دبل اساسا، وبيبقى بدل يعني عندنا هنا فتحه واحده لطبق واحد، تمام. هنا عندنا هنا فتحه واحده للطبقين، بس عندنا هنا الخروج هنا لطبق واحد والخروج هنا للطبق التاني اللي هو وش الطبق قدامنا، تمام. السماعه ديت اول حاجه بنتكلم فيها طبعا في مسارات جوه، يعني هبقى ابينها لكم باذن الله على لما اشغلها لكم على يعني هوريها لكم على الخشب الابيض. يمكن انا وريتها لكم بس هوريها لكم من جوه ان شاء الله المره الجايه. هنلاقي ان العمق بتاعها من قدام لورا 90 سم. العمق بتاعها 90 سم. يعني انتم متخيلين يا جماعه، يعني الناس اللي اشتغلت على الاس ار اكس ال 700 كان العمق بتاعها مثلا اللي هي الجي بي ال كان العمق بتاعها 80، وكان بيقول لك البيز بتاعها بتسمع بيز فظيع منها. الهورن بقى هنا تختلف. لما احنا جربنا على كذا درايفر، فهنا اختلف الاداء واختلف الصوت بتاعها. لا الصوت يمكن انا نزلت لكم فيديو قبل ما انا اعمل اللايف دوت، نزلت لكم فيديو بينت لكم بالجهاز بتاعنا اللي هو بيقيس شده الصوت بتاعها بيبقى جايه قد ايه والخرج بتاعها جايه قد ايه. وطبعا انا ما علتش، يعني كل اللي انتوا سمعتوه دوت انا يا دوبك. طبعا المعرض عندنا هنا يعني مش يعني الجيران خلاص يعني تعبت مننا والله العظيم من كتر ما بنجرب الصوت والكلام دوت. فالجيران تعبت مننا بجد يعني من كتر البيز بتاعها. لا البيز بتاع الهورن غبي، البيز بتاع الهورن مختلف عن البيز الريفلكس التاني دوت. البيز بتاع الهورن بيبقى متضاعف شويه او في زياده شويه في كميه، او بيبقى زياده شويه في الدي بي بتاعه. الدي بي بتاعه يا جماعه اللي هي شده الصوت، وحده قياس شده الصوت الخارجه من السماعه. فانت عندك هنا التصميم دوت بالاسلوب دوت كده اللي انتوا شايفينه دوت يا جماعه. في الممرات اللي انتوا شايفينها كده، الممرات سواء كانت جوه او سواء كانت بره او جوه، يعني هي كلها جوه يعني فاهمين، عشان الدرايفر كله جوه او الطبق كله جوه. فالتصميم بتاعها بالعمق دوت بالتصميم بالحديد بالكلام دوت اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه، لا بيدي اداء صوت بالنسبه لي انا يعني كجربت الصوت وسمعت الصوت والكلام دوت، لا اعلى من ريفلكس، اعلى بكتير، اعلى بكتير في الاداء بتاعه. الاداء بتاعه فعلا اعلى. يعني انا اكتشفت القصه ديت ان الاداء بتاعه اعلى. وان شاء الله باذن الله هيبقى فيه لايف مباشر او فيه فيديو ان شاء الله باذن الله للبيزات ديت، هتبقى خارجه بره في مكان مفتوح ان شاء الله، وهسمعكم الصوت بتاعها من على بعد، لان دي بتدي ابعاد كتيره. زائد ان العمق هنا اللي انتوا شايفينه دوت بيساعد ان انت بيديك بيز عالي قوي. العمق هنا انتوا شايفين، فلازم يا جماعه في العمق دوت بس عشان ايه تبقى الموضوع يعني مفهوم معانا. هنتكلم دلوقتي في التقطيع بتاع البيزه. يعني احنا هنتكلم دلوقتي انت تقطعها من كام لكام، طبعا مع اختلاف الدرايفر اللي راكب جوه طبعا عن الاوريجينال. انا هتكلم على البيانات اللي هي الاوريجينال بتاعتها، عشان دوت تصميم اوريجينال، ده نفس التصميم الاوريجينال. فهنتكلم على التقطيعات بتاعتها اللي انت تقطعها في الكروس مع تطابق طبعا الدرايفر اللي موجود جوه. حتى لو وصلنا لنسبة 60-70% من الاوريجينال، فده في حد ذاته انجاز. طبعا هتختلف القصة ديت عندنا. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، الحديد هنا دوت اللي محطوط دوت يا جماعة لازم تكون المسامير اللي هنا ديت متربطة مش 100%، لا 200 او 300%، عشان لو اي صامولة من ديت هوت او ريحت او مش مربوطة كويس هتسمع زنة. لان البيز اللي خارج من هنا يا جماعة بيز مش طبيعي، البيز اللي خارج من هنا بيز مش طبيعي، بيز عالي. فالصواميل ديت والمسامير ديت لو مش متقفلة صح، لو مش متقرط عليها صح، هتحس بزنة. ويمكن في ناس
يعني انا سمعت منهم اللي فيه في البيزا الفويد يقول لك دي بتزن وفي زي صوت زن او شخلله من جوه والكلام دوت. طبعا كل دوت عشان المعدن اللي متركب فيها دوت، المعدن دوت لو مش مظبوط صح انت هتحس بالقصه ديت. ده انت لو مركب السماعه اللي جوه او الطبق اللي جوه مش مركبه كويس ومش مقفول عليه كويس، انت هتسمع زنه وهتسمع تخبيط حتى لو في بيزا عاديه من البيزات بتاعتنا. يعني حتى لو في بيزا عاديه انت مش مربط الطبق كويس هتحس بتخبيط، هتحس بزنه في الخشب، هتحس بالقصه دي. فما بالك بهنا بقى، لان هنا ده موال تاني، يعني دي قصه تانيه. البيزا الهورن ديت قصه تانيه خالص. ف نيجي بقى، طبعا احنا اول حاجه اتكلمنا عليها العمق اللي انتوا شايفينه دوت. البيزا دي يا جماعه يعني حاجه كده واخده خشب كتير. المقاسات بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. بصوا يعني بصوا العمق قد ايه، بصوا من جوه قد ايه يا جماعه. بصوا من جوه قد ايه، بصوا المسافه. يعني انا ممكن اخش جوه اساسا، ده انا وانا بربط الطبق اساسا ورا. ف يعني بربط الطبق بخش نص جسمي بالمعنى الحرفي، والله بخش جوه عشان اربط الطبق مقلوب. طبعا الطبق دوت بيركب كده يا جماعه، وطبق بيركب كده. التصميم بتاع الفويد بقى او اي بيزا هورن هي عباره عن سنجلايه. يعني هي عباره عن سنجلايه زي ديت كده، تمام؟ دي سنجلايه، بس كل خزنه او كل حاجه بتبقى لوحديها. فهتلاقي كل السناجل الهورن معمول منه دبل. فهو دوت التصميم بتاع البيز الهورن، بس هو هنا عاملينها بطبقين. التقطيع بقى بتاعها يا جماعه، الناس طبعا اللي هي واخده القصه ديت وعايزه تقطع التقطيع بتاعها مظبوط على الكروس، الشركه اللي عملتها بتقول لك ان التقطيع بتاعها من 30 لغايه 180 هرتز. يعني مش 140، لا انت من 30 لغايه 180. يمكن الناس هتقول لي في الكروس الانالوج العادي بتاعنا ال 180 ده هيطلع صوت، لكن في الكروس الديجيتال هنا في خاصيه هنا اللي انا اقدر ما اطلعش صوت في القصه دي. بس انا بقول لكم ان الشركه عاملاه او قايله بيه عشان ناخد افضل اداء منها. زائد انت بتقيس بقى التردد اللي هو يديك اعلى كواليتي ليها في المدى الترددي من 30 ل 180. ده هنبقى نعمل عليه فيديو عشان بس الناس اللي مش عارفه تسوق البيزا ديت هعلمهم برضو يسوق البيزا دي ازاي ويطلعوا افضل اداء ازاي. بس طبعا يا جماعه الكلام اللي انا بقوله دوت على التصميم الاوريجينال. يعني التصميم دوت يعني انتوا هتلاقوا التصميم واحد طبعا باختلاف الالوان زي ما انتوا شايفين كده. مثلا هنا اللون الاصفر دوت يعني، فانتوا هتلاقوا كل التصميم واحد بس باختلاف الدرايفر اللي راكب جوه. تمام؟ احنا عندنا كل التصميم واحد، تصميم للاوريجينال. لكن انا ما اعرفش انت لو جبت لي بيزا نفس الشكل، بس انا ما اعرفش التصميم بتاعها، هل الغرف اللي جوه نفس الغرف بتاعت ديت، ما اعرفش. فدوت يعني اللي انا بقوله دوت يا جماعه بيتعمل بس على الاوريجينال. يعني بيتعمل على التصميم اللي هو الاوريجينال اللي هو من نازل على الانترنت وكلنا طبعا عارفينه. تمام؟ لازم اول حاجه اللي انت يكون عندك الحديد دوت متربط تمام 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 عشان ما يحصلش معاك زنه. تاني حاجه لازم يكون الاطباق اللي جوه متربطه بكل المسامير بتاعتها. طبعا هي هتبقى طبعا مربوطه جوه بمسامير الانكيو، ولازم تقرط على المسامير مره واثنين وثلاثه ويكون تمام كأنك بتثبت طبق. طبعا الطبق بيتثبت على وشه اساسا، والمغناطيس بيبقى مقابل المغناطيس التاني. فالقصه ديت يا جماعه اللي انتوا شايفينها دي هي مش منظر بس، لا انت لازم تعرف ان الهيات الهورن دي البيزات الهورن ديت لا دي بيزات مخصوصه بتدي صوت مختلف في البيز عن البيزات الريفلكس التانية. لان احنا عندنا بيبقى السماعه موجوده جوه، في غرف تهويه بتبقى جوه، غرف التهويه في ظهر السماعه وقدام السماعه من هنا. وطبعا في ناس جات لي هنا وسمعت الصوت بتاعتها وفرق جدا. يعني انا قست الصوت بتاعها على كالونه تانية ريفلكس هنا او زي اللي احنا عندنا يعني
فاديتها تردد معين. التردد هنا انا ما كنتش معلي، فحسيت ان الدنيا بتدربك حواليا، والتردد التاني كان ماشي الصوت بتاعه عالي بس مش نفس الكفاءة اللي هنا. انا عشان بس ايه اقول لكم ديت واقول لكم ديت. معلش يا جماعه النت قطع بس، فلازم يكون يا جماعه التصميم مظبوط. لازم ناخد الاداء المظبوط بتاع السماعه الفويد. ماشي يا جماعه. لسه طبعا في هرمونات تانية بتتعمل، في اشكال تانية، في تصميمات تانية. احنا عملنا النهارده اللي هي البيزا الفويد ديت. طبعا الناس المهتمه بقى بالسعر والكلام دوت، لا احنا اقل من اقل سعر في السوق. اقل من اقل سعر في السوق. عايز تعرف السعر اتصل بيا تعالالي، ويفضل ان انت تجيلي تسمع صوتها. يعني اسمع صوتها الاول وبعد كده اسأل عن السعر، لان انت ما بتشتريش شكل. لو على الشكل الموضوع سهل، شكل جميل وزي الفل ومية مية، بس اهم حاجة الصوت. انت واخد حاجة زي ديت يعني. طبعا يا جماعة انا مش عايز اقول لكم، طبعا ما شاء الله العرض بتاعها بمقام مثلا بيزا ونص من اللي احنا بنطلع بيهم، فحاجة يعني. فانت لازم تسمع الصوت في الاول، ولازم تفهم السماعة ديت شغالة ازاي، الاداء بتاعها ايه. ومن ضمن الحاجات اللي احنا عملناها جديدة مع السماعة الفويد كانت السناجل ديت. السناجل اللي انتوا شايفينها ديت تمام، بنفس الاداء بتاع نص الكالونة ديت اللي انتوا شايفينها اللي هي الايه الفويد. في حاجة عملناها تانية يا جماعة اللي هي السماعة الكواكسيال ديت اللي هي فيها تويتر من جوه. دي برضو احنا عملناها. في ناس بتقول لي هل السماعة ديت ماشية مع البيز دوت؟ لا، هو لو سماعتين مع بيزة من هنا او بيزتين من هنا ممكن تمشي معاها، ممكن تمشي معاها. بس السماعات ديت احنا عاملينها مونيتور يا جماعة. السماعة ديت سماعة بتويتر، طبعا في كارتة داخلية شغالة عليها بتصميم معين برضو تمام. التصميم دوت طبعا هو متاخد من اللي هي البيز بوز، احنا كاتبين عليها فويد هنا. طبعا احنا مش هتختلف معانا الاسامي يعني، فاهم حاجه الاداء عندنا حتى لو هي مش مكتوب عليها حاجه اساسا. المهم عندنا او عندكم انتوا الاداء. فالناس اللي جت، يمكن انا عملت لكم صوت على السماعه ديت. السماعه دي محترمه قوي، المنظر بتاعها صغير، سماعه مونيتور. بدل ما انت تحط سماعه 12 وتويتر، لا ده انت عندك سماعه اهي بالتويتر بتاعها، الشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده اهو، حاجه يعني صغيره تمام. بص الظهر بتاعها هنا اهو تمام اهي، تحط على ستاند اهي. ديت طبعا لو انت شلتها وحطيتها على جنبها فيها قواعد هنا اهي تتحط عليها زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه، لذيذه جميله. في عندنا هنا بدل ما انت تجيب مونيتور مثلا زي دوت كده وتعلقه والكلام ده وتبص الحجم بتاعه قد ايه دوت 12 طبعا وتويتر، لا انا عندي هنا ال 12 والتويتر اهو زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه اهو. والاداء بتاعه يعني انا نفسي بس ان انتوا تسمعوا الصوت. وفي عندنا احنا عملنا برضو الستاند دوت برضو خدنا فكرته من الاوريجينال برضو، وحطينا عليه سماعتين. ممكن السماعتين اللي انتوا شايفينهم دولت يا جماعه اهي كده، عشان بس كده ممكن انا اخد واحده يمين واخد واحده شمال كده اهي. يعني مثلا اعمل اتجاهين، مثلا اتجاه بيدي الناحيه دي والاتجاه التاني بيدي الناحيه التانيه تمام. فالفكره دي برضو جات لنا وعملناها وظبطناها زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. ممكن السماعتين اللي فوق دول يشتغلوا على البستين اللي هنا تمام، هتشتغل معاها كويس قوي. زي ما بقول لكم يا جماعه السماعه هنا محترمه قوي، الصوت بتاعها عالي، البوكس بتاعها حاجه كويسه قوي كمان. في منها الالوان اللي انتم شايفينها ديت، وفي طبعا في موديلات جديده ان شاء الله هتنزل، وفي سماعات هورن هتتعلق لاين ان شاء الله هوريها لكم برضو باذن الله. يا خلاص يعني فاضل لها ممكن بكره او بعده تجيلنا ان شاء الله. زائد طبعا في عندنا اللي هو
في عندنا اللي هو الهايت اللاين بقى العاديه بتاعتنا اهي زي ما هي الهايت اللاين بتاعتنا اللي احنا طبعا ما نستغناش عنها طبعا. عقبال بس ايه ما نشوف الهايت الهورن ديت تبقى الناس تاخد على الشكل زي ما احنا كده كنا شغالين الاول بالجي بي ال وما كناش نسمع عن اللاين. ولما اللاين طلع بقى الزبون بيطلب اللاين والكلام دوت. الموضه السنه دي بقت البيزات الهورن اللي انتوا شايفينها ديت يا جماعه. تمام. هنرجع تاني ونقول يا جماعه البيزا الهورن ديت بيختلف الصوت بتاعها عن البيزا العاديه. البيزا الهورن هنا البيز بتاعها بيطلع اعلى من البيزا العاديه. تمام. ليه بيطلع اعلى من البيزا العاديه؟ نتيجه الممرات الداخليه اللي انتوا شايفينها ديت، العمق بتاع البيزا، تصميم البيزا الداخلي، الانابيب اللي معموله هنا اللي هي بتاعت تفريغ الهواء في ظهر الطبق او قدام الطبق هنا. فده بيساعد معاك في الصوت. قطعة الصوت عندك زي ما بقول لكم يا جماعة، أنا قاطع هنا من 30. يعني احنا لو جينا للكروس كده هنشوف هنا القطع بتاعنا الكروس الديجيتال هنا اهو. تمام. هنشوف القطع بتاعنا اهو. مش عارف ده باين عندكم ولا لأ. أنا كفايتكم بس يا جماعة هنا هتلاقي 182. تمام. قطع من 36 اهو لغاية 182. والصوت طبعا حاجة محترمة قوي يعني يمكن انا كنت بجربها من شوية والكلام دوت. لا الصوت حتى لما جربت برضه على الجهاز اللي هو بتاع اللي بيقيس شدة الصوت والكلام دوت، طبعا مع مراعاة اللي احنا في مكان مقفول والكلام دوت. بس البيس طبعا بيبان هو في مكان مقفول مكان مفتوح، هو بيبان القصة بتاعته، بيبان الامكانيات بتاعته، بيبان الصوت بتاعه. فعشان ما اطولش عليكم، اللي عايز قبل ما يشتري عايز يجي يسمع الصوت، اهلا وسهلا بيك. طبعا احنا هنا راعينا كل حاجة في التفاصيل هنا. يعني انتوا شايفين كده يا جماعة اهو دوت الرش هنا. الناس اللي هي بتبقى مغرمة بالحباية والكلام دوت اديكوا شايفين اهو يا جماعة. تمام. حتى الحاجات اللي احنا التربيط. معلش يا جماعة النت وكل شوية بيروح، معلش ضعيف شوية. حتى التربيطات اللي انتوا شايفينها ديت يا جماعة. تمام اهو. هي طبعا في الاول وفي الاخر يا جماعة مش الشكل. انت لما تسمعها قصدي هتفرق معاك كتير. الشكل شكل حاجة تحفة. تمام. وادي علامة الفويد اهي. بس المهم عندنا يا جماعة الأداء في الأول في التاني وفي التالت والرابع والآخر هو الأداء. فاحنا اتكلمنا النهاردة على قصة الفويد ديت. اتكلمنا على يا جماعة كل شوية النت بيقطع والله، معلش اعذروني بقى. ده كان حاجة سريعة كده بس يا جماعة عن البيزا الهورن. طبعا اللي عايز يجي يسمع الصوت بتاعها اهلا وسهلا بيك. تمام. تعالى اسمع الصوت بتاعها. اعرف هي بتشتغل ازاي. اعرف الكفاءة بتاعتها الاول. تمام. احنا دلوقتي يا جماعة يعني احنا بقينا شغالين في موديلات ان شاء الله جديدة. يعني احنا بقينا شغالين في موديلات جديدة ان شاء الله. بقينا بدل ما انت بتطلع عندك كل موسم موديل واحد، لا ده احنا دلوقتي نازلين بشوية موديلات جديدة ان شاء الله. هنوريكم بقى الهورن على الاصول بتاعته. الناس اللي بتحب البيز، عشاق البيز بقى اللي هم عايزين البيز اللي بيوقع القلب والكلام دوت، ان شاء الله نظبطه ان شاء الله. وهتشوفوا كل الحاجات الجديدة بإذن الله. وكل ما ننزل موديل هنعمل عليه فيديو.
هنعمل المواصفات بتاعته والجودة بتاعته والقصة بتاعته. وزي ما بقول لكم يا جماعة، قبل ما تشتري اسمع، قبل ما تشتري افهم، قبل ما تشتري لازم يكون عندك دراية. انت مش بتشتري مثلا نيش في شقة عشان تحط فيه كوبايات والكلام ده، لا، انت بتشتري سماعة. يعني في الاول في الاخر لو انت خارج بالسماعة ديت المنظر اللي بيشد الزبون ماشي، انا معاك، انا متفق معاك، لازم يكون المنظر كويس ولازم ولازم ولازم. بس الاهم من دوت ان انت لازم يكون عندك في صوت، لازم يكون عندك في اداء، عشان لما تنزل في مكان يقول لك انت مش منظر على الفاضي، ولا انت الاداء بتاعك مش حلو والكلام دوت. لازم يكون الاداء بتاعك والحاجه بتاعتك كويسه ومفيش فيها اي مشكله. ولازم نفهم اي منتج جديد. يعني انت ما تروحش تجري عليه الاول، لا لا، افهم الاول هو ايه، بيشتغل في ايه، الصوت بتاعه ايه، وبعد كده توكل على الله واشتري. فبصرف النظر انت حتى لو جيت عندي، بصرف النظر انا مش عايزك تيجي تشتري، انا عايزك بس تيجي تسمع، عشان احنا بتوع صوت، مش بتوع حبايه، مش بتوع اكسسوار. كل ديت ماشي مطلوبه، بس المطلوب عن كده واللي هو المهم عن كده الصوت. طبعا السماعه ديت في الاماكن المفتوحه ليها ظابطه، وفي الاماكن المقفوله ليها ظابطه تانية. عشان طبعا دي الاماكن المقفوله ليها الوضع بتاعها، ليها حيطان، ليها جدران، ليها سقف، مش مكان مفتوح، فبالتالي الترددات بتخبط في الجدران والكلام دوت، فليها ظبطه معينه. اما في المكان المفتوح انت عندك بيبقى انتشار طبعا، لان احنا اتكلمنا على القصه ديت كتير، ان لما تيجي مثلا ببيزا تطلع من مكان لمكان وتروح للمكان التاني دوت تقول يا ده انا كنت سامع البيزا ديت في المكان دوت تمام، بس البيزا في المكان التاني دوت مش تمام او قلت. هي ما قلتش، هي المساحه المحيطه بيها اختلفت. انت شغلت النهارده في شارع مثلا 3 متر، فحاطط مثلا فيه 4 بيزات، فانت بتسمع الصوت ايه، حاجه فظيعه. شغال بكره ولا بعده في مساحه حوالي 6 متر، فانت اكيد انتشار الترددات اللي طالع من البيزا عندك هيقل. ليه؟ لان المكان فتح، فمفيش حاجه تساعد معاك في نقل البيز للاماكن بعيده، مفيش حاجه تساعد معاك لنقل الترددات العاليه ديت للاماكن البعيده، خصوصا الناس اللي بتطلع برعايات اللاين والكلام ده. احنا ليه عملنا الهورنات يا جماعه، او ليه اشتغلنا في الهورنات؟ الهورنات عشان نعالج قصه اللي انا ما عنديش مسافه بتوزع فيها الصوت. لا، نعالج القصه دي. احنا عايزين نزود المسافه ديت، عايزين في الهايات بتاعت الهورن نزود المسافه ديت عشان تدينا مسافه اكبر. عشان دي المشكله اللي احنا بنعانيها، يقول لك انا معايا مثلا طقم لاين والكلام دوت، وبعد 20 متر ولا حاجه بيقع الصوت. طب بيقع الصوت ليه؟ ما هو دي كذا حاجه. فاحنا عملنا الهورن مخصوص، او اشتغلنا في الهورنات الايام ديت عشان نزود كفاءه الصوت بتاعتنا، عشان يطلع عندنا صوت مسافه، خامه الصوت تختلف تبقى اقوى. طبعا مش هقول لك ان يعني البيز اعلى من الهاي، او الهاي اعلى من البيز، او البيز المهم عن الهاي، او الهاي مهم عن البيز، لا. كل حاجه ليها نسبه وتناسب مع الحاجه بتاعتها. يعني الهاي ليه نسبه وتناسب مع البيز عشان يبقى مسموع كويس، لكن البيز لو عالي عن الهاي ملامح الصوت هتختفي. لو الهاي عالي عن البيز فخامه الصوت هتختفي. فدي كلها نسبه وتناسب. وزي ما بقول لكم يا جماعه، موضوع الصوت ده موضوع كبير قوي، فاحنا كلنا بنجتهد. طبعا مفيش حد دارس فينا، احنا كلنا على بعضينا بنجتهد عشان نوصل لأحسن حاجة، كلنا بنجتهد عشان نوصل لأحسن حاجة. فشغلنا الشاغل دلوقتي الصوت، لأن احنا بتوع صوت. فمعلش في الكلمة، أهم حاجة عندك بصرف النظر بقى عن الكواليتي عن الكلام دوت، اهم حاجه في الاخر التوتال الصوت، خامه الصوت اللي انت شغال بيها لازم تشتغل صح. لازم يبقى انت لما تجيب البيزا ديت عارف ان الهايه ديت هتمشي معاها. طب انت مش بتاعتك بقى اللي انت تجمع والكلام دوت وتجيب
مثلا تجيب الطبق من عند فلان، تجيب القناه من عند فلان ومش عارف ايه. في حاجه تانية برضه عايز اقول لكم عليها يا جماعه، حتى لو العده اوريجينال، احنا فينا ثقافه الطبق اللي جوه ايه. حبيبي يا يوسف تسلم. طبعا يا جماعه والله التعليقات مش باينه عندي، انا ما اعرفش اساسا يعني، ما فيش، انا بيبان بس الناس اللي موجوده عندك، التعليقات مش باينه عندي للاسف. يمكن يوسف اول تعليق يظهر لي. فيجي واحد مثلا يقول لك حبيبي يا امير تسلم تسلم يا هندسه. يجي واحد يقول لك مثلا ايه، انا عايز مثلا الكالونه الهورن دي. طيب الطبق اللي جواها ايه؟ تقول له مثلا طبق صين او طبق صوت. لا، يقول لك انا عايز الطبق الفلاني. طب انت باي حكم اللي انت عايز الطبق الفلاني؟ انت جربت دوت على الكالونه ديت نفع ولا هو بحجم الطبق؟ طيب ما انا ممكن اجيب طبق اساسا مش مناسب مع الكالونه ديت، والكالونه غاليه وفخمه بس مش مديه اداء، حتى لو الطبق جاي من ايطاليا مش مناسب معاها يا عم. يجي طبق تاني زي ال 401 مثلا الكلام ده وتحطه فيها، يقول لك ايه ده يا عم، ده بيهد الدنيا مع انه صيني. ما هي ما فيهاش قصه صيني لا، هي توظيف. هتوظف ده مع ده هيطلع صح، هتوظف ده مع ده هيطلع صح. هي مش بحجم الملف، هي مش بكتر المغناطيس، هي مش بالسوسته والكلام، لا يا جدعان. انتوا ليكوا لما تيجوا تشتروا حاجه انتوا بتسمعوا صوت في المجمل، انت ليك الصوت مالكش ايه اللي جوه. حتى لو اوريجينال يقول له ايه الطبق اللي جوه. يعني مثلا انت ماركه مثلا RCF مثلا شاريها اوريجينال، DB شاريها اوريجينال، غرف ديل شاريها اوريجينال، يقول لك ايه الطبق اللي موجود جوه. انت الطبق هيفرق معاك لو انت عرفته خلاص يعني. لو عرفت اللي هو ملف 18، ملف 20، ملف 100، ملف 500، ملف 600، خلاص انت كده استنتجت يعني، استنتجت اللي هو هيديك اداء. اذا كان احنا اساسا بنعمل S30 كل واحد بيعمل تصميم على مزاجه وفي الاخر بيختلف الصوت دوت عن الصوت دوت عن الصوت دوت مع ان الكلمه واحده. عشان كده بقول لكم ان الهيئات البيزات الهورن ديت الملي بيفرق فيها، الملي بيفرق في الصوت فيها. حبيبي يا هندسه، حبيبي يا حسام، الملي بيفرق في البيزات الهورن دي. فانت مش على مزاجك تقول انا عايز الطبق الفلاني. طب ما انا ممكن اهودك وفي الاخر مش انت اللي قلت كده؟ لا. طب انا لازمتي ايه بقى؟ يعني انت رايح تشتري من عند واحد واخد بالك انت هودك على اللي انت عايزه. عايز ايه؟ عايز الطبق دوت، يا سلام احطهولك، يا سلام عايز الطبق دوت احطهولك. وفي الاخر رحت هناك ما لقيتش اي حاجه. واحد زميلك شاري كالونه من عند واحد معين وانت شاري نفس الكالونه ديت كاسم كشكل من عند واحد تاني، وهو جاب طبق وشغال عليها قال لك هات نفس الطبق دوت، جبت نفس الطبق دوت مش شغال على الكالونه دي. الله، طب ما هو دوت يا عم، انت في ايه؟ لا، مقاسات الكالونه ديت وتصميم الكالونه ديت والتقطيع اللي هو مقطعه عنده والباور اللي هو شغال عليه، حتى لو هو متساوي عندك هتلاقي مقاسات الكالونه مختلفه. هتلاقي ان الطبق دوت لو هو مثلا كام طبق عندنا تحت اسم يعني مدرج تحت اسم 401، عدوا بقى. بس هل كل 401 تمام؟ يا يوسف ماشي، الشعب كله بياخد بالمنظر، ماشي حاضر هريحك. ايه رايك في الحبايه؟ طب ايه رايك في، لا بص حديد بقى محمل، ده تمام التمام. خلاص الشعب اهو خد بالمنظر، طلعت انت بقى بالمنظر بتاعك بس ما فيش اداء. هيقول لك ايه بقى؟ يجي واحد واخد بالك انت الطقم دبل ياكلك وانت معاك سيستم لاين، وايه ده بص احمر واخضر واصفر والوان الطيف كلها موجوده فيه، ومفيش اداء. واحد يبقى شغال جنبك في شارع جنبك ولا حاجه بطقم وهادد الشارع صوت، هيتقال لك ايه في الاخر؟ يا عم انت ايه من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. مش ده اللي هيتقال؟ يبقى احنا بقى نشيل ثقافه بقى كلها بالمنظر والكلام دوت، وفي الاخر والاول الزبون بيدور على الارخص. سيبك بقى من المنظر ومش المنظر والكلام دوت، واللي هيرخص نفس الايام الجايه ما يلومش الا نفسه.
لان الايام الجايه احنا دلوقتي في زياده اسعار ربنا اللي يعلم بيها. فانت ما كنتش تطور من نفسك وتطور من سعرك، هتقول لي بقى اصل الزبون تعبان، ما انت تعبان عنه. يعني هو الزبون تعبان، ولما بيروح يعني زي ما عم صلاح قالها قبل كده، قال لك هو بيروح يجيب البدله ويتفق على البدله ويتفق على الكوافير بألوفات وانت بيديك ملاليم. طب يعني هو الزبون التعبان دوت وظروف الناس التعبانه ديت قادره على الكماليات والاساس بتاعك انت، كل حاجه منصوبه عليك انت كاداء وككل حاجه كصوت، وانت رئيس جمهوريه الفرح، ويجي يسترخص معاك، وفي الاخر تقول لي اصل الزبون تعب. يا عم احنا كلنا تعبانين. طب انت مش تعبان اليومين دولت؟ طيب مش تعبان لما بتلاقي الحاجه اتضاعفت في السعر بتاعها؟ طب هتصرف على بيتك ازاي؟ بلاش بيتك يا عم، انت راجل مش متجوز ولا عندك مسؤوليات ولا اي حاجه، ويا عم بتبات في المحل اللي انت بتشتغل فيه. طب عدتك ديت لو حصل فيها حاجه تصرف عليها منين؟ ما حد يقول لنا يا جماعه، حد يقول لنا من اللي موجودين معانا على اللايف دلوقتي، هتصرف عليها منين؟ هتجيب منين؟ فقبل ما يكون القصه ديت، يعني احنا بنتكلم في الهيات الهورن والبيزات الهورن، وعمالين نتكلم ونقول طوروا وعشان ندي مسافه وندي مش عارف ايه، وتلاقي واحد جايب سيستم مثلا من الهورنات ديت و وعامل ومكلف وتمام التمام، وتلاقيه طالع بملاليم. يا عم اكرم لك، اقف في بيتك وما تجيبش ولا تعمل. هيقول لي اصل محطوطه في البيت. يعني انا اعرف ناس والله العظيم تلاته يا جماعه بيطلعوا مثلا ب 300 جنيه. طب انت بتدي عربيه كام، وبتدي الراجل اللي شغال معاك كام، وبيطلع لك كام، وبتدي ميه ونور كام وايجار كام، وسيبك من الميه، هنقول نور مثلا كام. في الاخر انت ايه؟ انت بالاسم شغال، لكن انت ولا اي حاجه. تيجي تشتري ألوفات تلمهم ملاليم. فانتوا ما تزعلوش يا جماعه، يا رب يا رب كل الناس ترخص، يا رب كل الناس ترخص. اللي عايز يرخص يرخص، والله العظيم اللي عايز يرخص يرخص، بس يبقى يقابلني بقى لما يطير منه طبق، ولا يطير منه دوت باور، ولا يطير منه اي حاجه، يبقى يوريني بقى هيصرف عليها. ولو صرف النهارده مش عارف يصرف بكره، لان كل حاجه بقت برقم دلوقتي. المسمار بقى برقم دلوقتي. طب ما تروح اللي بتاع الفول وتقول له مثلا دي ب 2 جنيه، يقول لك ما فيش ب 2 جنيه، اقل حاجه ب 5 جنيه. سندوتش الفول والطعميه السندوتش بقى ب 4 جنيه رسمي. انتوا بتتكلموا في ايه يا جدعان؟ فاحنا لازم نفهم، واحنا بنعد الالوفات كده وبناخد قروض وها، لازم بس مش فرحتي انت اشتريت عده وفي الاخر عده كلها في السنتريش يعني. يعني نفهم ان انت بتدفع الالوفات دي، فلازم تراعي عن، مش بقول لك تعالى لي عشان ما تفهمونيش غلط. كل الناس اللي في السوق ناس محترمه، وما فيش حد بينصب على حد. انت بمزاجك بتروح وتدفع وانت متكيف وزي الفل، وما تلومش الا نفسك. القانون لا يحمل المغفلين. تمام؟ انت دفعت، هو قال لك ثبتك مثلا وقال لك ادفع اللي معاك وطلع اللي معاك؟ لا طبعا. انت واحد مش فاهم، رحت هناك بتشتري اي حاجه في اي حاجه، جميله الشكل تمام 100 100، يا لهوي دي الحاجه طلعت الاطباق ملفوفه، وطلع التويتر اتحرق، وطلع مش عارف ايه، وطلع الخشب مش عارف ايه، وطلع القصه ايه، وطلع الدنيا ايه، وتفضل تولول على النت. مفيش حد هيعمل لك حاجه، ولو عمل لك النهارده ما هيزعل منك بكره. كل واحد رئيس جمهوريه نفسه. لما تختار اختار صح، وخصوصا في الحاجات الموديلات اللي نازله، وخصوصا في الايام ديت بقى. الايام ديت واخدين بالكم يا جماعه، هتلاقوا زباله الحاجه موجوده، فانتوا خلوا بالكم بقى. طبعا مع احترامي طبعا لكل الناس، هتلاقوا في حاجات ما تسترخصوش، لان انتوا لو استرخصتوا ما تلومش الا نفسك بقى. يعني ما تلومش الا نفسك. يعني باور مثلا عند واحد ب8 قروش، تروح على نفس الباور بنفس الشكل من بره، شكل من بره اهو، هتلاقيه ب4 قروش. طب يعني هو اللي باع ب8 قروش دوت مجنون مثلا؟ يعني دماغه لاسعه منه؟ اكيد لا. واللي باع بال4 قروش دوت اهبل؟ لا طبعا. بس الحشو اللي جوه
مش هو. الدنيا اللي جوه مش هي. فانا لما دخلت المطبخ وشفت الدنيا ماشيه ازاي وشفت القصه ازاي، لا الناس اللي شغاله ديت عندها درايه، وناس على قدر كافي، وناس بتجتهد، وناس عندها خبره. بس في نفس الوقت بينت لك الكويس من الوحش في المنتج. مش بتكلم الاشخاص. ازاي تحكم على حاجه وتقول عليها كويسه؟ يا عم خد صوت، يا عم خد صوت كامل من عند حد بضمانه، مش من عندي انا، من عند سين، من عند صوت، كل الناس زي الفل. بس خد صوت كامل من عند واحد. ما تعمليش بقى ان انت بقى ايه، عبقري زمانك، وتجيب لي الكالونه من عند واحد، وتجيب لي الطبق من عند واحد تاني، وتجيب لي مش عارف ايه من عند واحد، وتقول لك انا هجمع. طب جمع، وفي الاخر ما يطلعش دوت على دوت، وفي الاخر تطلع الدنيا متنيله، وشكرا للتحيه على كده، وانت ايه اتضحك عليك، وتفضل بقى والنبي رجع لي، والنبي قدم لي، والنبي مش عارف ايه. طيب وفي الاخر ترجع انا اتضحك عليا. طب ما يا عم، ما انت صاحب بالين كداب وصاحب ثلاثه منافق. ما انت تروح عند واحد وتاخد من عنده الحاجه جاهزه وكامله، وهو مجرب صوت وعامل السوق برضه. رجعنا وقلنا يا جماعه طيب هنعمل حته حلوه. حته ايه؟ انت اشتريت من عندي سماعات كامله حبيبي يا عمده، الحمد لله تمام هندسه. انت اشتريت من عندي سماعات كامله وسيستم صوت كامل. يا عم انا مش هسلمك في المعرض اللي هو كله متقفل دوت وازاز وبتاع اللي انتوا شايفينه ده. لا انا هسلمك على ارضك هناك. انت مش واخد من عندي صوت؟ لا انا هسافر معاك وهسلمك هناك على مكانك، في مكانك. اظن بقى ما تقوليش اصل واصل، ما فيش حد بيعملها، صح ولا لا؟ هسافر معاك واسلمك في مكانك. ويمكن الناس اللي انا سافرت معاهم وسلمتهم هناك كنت بعمل لكم فيديوهات وبوريها لكم. ف يعني الواحد بيحاول يساعد، عشان في نفس الوقت زيكم انا في نفس الوقت في يوم اجازتي عند عدتي بنزل بيها اشتغل. فعارف القرف بتاع الشارع، وعارف الزهق بتاع الشارع، وعارف الاشكال اللي احنا بنشوفها. فهي مش ناقصه بقى. مش هيبقى واحد جاي بيتنك عليا وهو في الاخر دفع 300 جنيه وبيتنك ومحسسني اللي هو اشتراني. لا ملعون ابو ال 300 جنيه بتوعك، على ابو شغلك، على ابو فرحك، واقعد في بيتنا اكرم لي. فمش عايز حد يعدل عليا بقى. حبيبي حبيبي ابو يوسف، تسلم لي يا هندسه. فمش عايز حد يعدل علينا بقى يا جماعه. مش عايز كلمه بقى تتنصب عليا كل شويه والكلام ده، وكل ما نيجي نتكلم. يعني انا دلوقتي بتكلم على البيض وبتكلم على الهرن، وبص يا جماعه، والطبق والكالونه والواط والام والكلام دوت، وفي الاخر احنا اندرجنا تحت المشاكل بتاعتنا. كلام بيجر كلام، اندرجنا تحت الشغل بتاعنا والقرف بتاعنا. فالايام الجايه يا جماعه هو كل واحد جايب بعد اخره بشويه في الايام اللي احنا فيها دي، وهي ماشيه بالزق. ف يعني انتوا كل اللي عليكم ان انتوا افهموا، وبعد كده روحوا اشتروا. الجنيه لما يطلع منك في الوقت اللي احنا فيه دوت، لازم تفكر مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة من اللي انت رايح تشتري عنده، وتفهم يعني ايه صوت. السوق مفتوح، واحنا عندنا بدأ يتاجر واحد واثنين وثلاثة واربعة ومية والف. مصر ولادة على رأي واحد حبيبي يعني. ف يبقى نفهم، وهي مش بالشكل، هي مش بالشكل. اديكوا شفتوا سماعه صغيره اهي، زي السماعه ديت كده اهي، اهي السماعه دي مطلعه هاي ومطلعه ميد ومطلعه تريبل وميد لو كمان اهي. يعني مش بالحجم، دي بتعادل دي اللي متعلقه هناك دي اهي. دي شوفوا دي قد ايه، بصوا دي قد ايه اهي.
فيا جماعه لازم نكون فاهمين يا جماعه احنا بنعمل ايه. هي مش بالشكل ولا الحجم ولا هو الزبون ومش عارف ايه، لا الزبون انت في امكانك. وما تزعلش على واحد راح ضرب شغلك، ما تزعلش، اصل هو ما خدش. بص يا جماعه، الحرامي لما بيطلع يسرق بيقول لك يا رب استرها معاك. هو الحرامي استعجل رزقه، هو رزقه بس جابه بالحرام. فانت اللي بيضرب شغل دوت واخد بالك انت، حتى لو جاله هو رزقه بس جابه بطريقه زباله شويه. بس خلي بالكوا هتترد له، هتلف له هترجع له تاني. فانت ما تحرقش دمك بقى، اصل بيضرب لي اصل بيعمل لي. ربنا يخلي اللي بيضربه. يا رب كل مصر تضرب الشغل يا رب، عشان الايام اللي جايه ديت اللي بيضرب هيتضرب بتاعت ربنا بقى. احنا الحمد لله خلاص دلوقتي قربنا. سعر الايطالي في الاطباق قرب من السعر ايه، او سعر الطبق الصيني قرب من سعر الايطالي. فخلي اللي يضرب يضرب، في الاخر يطير منه جنب في الباور، هيغرم حق الباور لو جايبه مستعمل. خليه يضرب، خليه يا رب، ربنا يكتر منهم. هي بتيجي من عند ربنا، فانتوا ما تتعبوش نفسكم بقى وتتعبوا قلبكم. اصل مش عارف، احنا مش سالكين مع نفسنا يا جماعه عشان نكون بس فاهمين القصه. يعني زميلك لو في فرح وانت فيه هيطلع القطط الفطسانه فيك. فاحنا مش سالكين مع نفسنا اساسا. احنا لو سالكين مع نفسنا هنحافظ على القصه ديت، على الاقل هنحافظ على السعر. مفيش حد هيخش منطقه حد. هتيجي عند حد تقول لا والله ده فلان اولى. ايه يا عم في ايه، ده في زبون كلمني دلوقتي انت مش فاضي. لا انا مش فاضي، يبقى اسمك قدرته. لكن ده احنا لما بتسمع اللي انت عند واحد وقدام مثلا المكتب بتاعه والكلام، تنزل بكل عدتك بكل حاجه عندك. انا نازل اعلم عليه في مكانه. طب وبعد ما تعلم عليه، ما انت يجي لك واحد بعد كده يعلم عليك. هي الشغلانه بتاعتنا دي ليها كبيره. ده انت ممكن تكون طالع بطعم اوريجينال وقرفة فرح سودا، يطير منك سماعه ولا سماعتين ولا كهرباء تديك اتنين بتاع دوت، 2 فاز ولا 3 فاز، واخد بالك انت تضيع لك العده وتدمرها لك بتوصيله غلط. ما بتحصلش عندنا، ما بتحصلش مع حد. اللي يقول لك انا وانا وهطلع وهدمر وهعمل، اعرف اللي هو في الفاضي، ولا بيعمل ولا بيسوي، ويطلع فرح اسود عليه ولا هيعمل اي حاجه. لكن اللي يسيبها على ربنا بتمشي، كل فرح ليه قرفته. فانت قبل ما تعامل الناس عامل نفسك كده، وحط نفسك مكان اللي انت هتعامله. ترضاها على نفسك؟ لو ترضاها على نفسك اعملها، لكن ما ترضاش على نفسك يبقى ليه تعملها؟ فعشان بس احنا خرجنا بره الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه وطولت عليكم. يا جماعه السوق دلوقتي بيتغير. احنا دلوقتي داخلين في قصه الهرمات، عشان نقدر ندي كواليتي صوت اعلى، عشان نقدر نتنقل بنوعية الصوت وخامة الصوت لحتة تانية. فلازم قبل ما تيجي تشتري او تتنقل للحتة التانية ديت، افهم الحتة ديت اللي الجديدة دي شغالة ازاي، عاملة ايه. اسمع صوت، روح اسمع، شغل ودانك اللي ربنا خلقها لك، اللي انت المفروض ديت اللي بتميز لك كل حاجة. روح اسمع الصوت اللي انت هتشتريه قبل ما تشتريه. بس فده كان، مش هقول لايف سريع لان انا طولت معاكم. والله انا التعليقات بتاعي يعني الناس اللي بتعلق والقصه ديت، انا عداد عندي واقف والتعليقات واقفه، فانا ما اعرفش القصه ايه. على العموم ان شاء الله باذن الله في الايام الجايه في سماعات جديده نازله، هيات جديده نازله، هيات لاين وهيات هورن كمان نازله. وان شاء الله في موديلات كمان لسه ان شاء الله اول مره تنزل، احنا بنصممها ان شاء الله، يعني بتتقطع وبتنزل ان شاء الله. طبعا انا يمكن اتاخرت في الهورن لاني كل ما يجي لي حاجه بتطلع، كل ما يجي لي حاجه بتطلع. ف انا جات لي الهورنات هنا، يعني الحمد لله ربنا كرمني وجالي الهورنات هنا في المكان. فانا قلت بقى اتفرغ لها عشان اظبط الدرايفر عليها اللي يمشي معاها. وصدقني انت ما يخصكش اللي انا حاطط ايه جوه الكالونه ديت، انت اللي يخصك البيز اللي طالع منها دوت حلو ولا لا. بس ده اللي يخصك انت. لكن مش من حقك اللي انت حتى في الاوريجينال، يعني الاوريجينال لما يجي مثلا طبق منك يطير ولا حاجه وخرج الطبق من جوه،
هتلاقي مكتوب عليه سيريال نمبر، يقول لك ايه، ابعت لي السيريال نمبر بتاعه دوت على على السايت بتاع الشركه او الموقع بتاع الشركه، وانا ابعت لك بالسيريال نمبر دوت نفس نوعيه الملف بتاع الطبق اللي عندك، او ابعت لك الطبق ايا كان على ايه نوع الضرر اللي حصل فيه يعني. فما بيقولكش بقى الطبق دوت 8 ولا مش 8 ولا كام واط ولا كام دي بي ولا اي حاجه خالص، بيديك المغناطيس كده على الابيض. والناس اللي عندها اوريجينال عارفه بالقصه دي. انت بس كل اللي بيكتبه لك على ظهر السماعه هي اجمالي كام هي اجمالي البيك بتاعها قد ايه، هي اجمالي. على فكره يا جماعه نسيت اقول لكم، الهايل هورن البيزل هورن ديت 139 دي بي اقصى حاجه ممكن تطلعها وتفضل شغاله. يعني على الجهاز بتاعي دوت هتقيس 139 دي بي كاقصى حاجه، تمام. ده اقصى حاجه تقدر تشغلها فيه، اللي هي الار ام اس بتاعها يعني. تمام، عشان كده قست لكم بالجهاز دوت. طبعا باختلاف الدرايفرات اللي عندهم حاجه واللي احنا الاطباق يعني، والاطباق اللي راكبه عندنا حاجه تانية. بس انا قلت اقول لكم بيانات الاوريجينال، بما اننا اللي احنا صممنا السماعه طبق الاصل من الاوريجينال. فطبق الاصل من الاوريجينال هنشوف بقى السماعه اللي تمشي معاها. الحمد لله ربنا كرمنا السماعه كويسه مشيت مع القانون اللي عندنا ديت. فانا مش هقدر اقول لك واخد بالك انت تعمم السماعه دي على كل الكوالين ديت، لا. انا بتكلم على السماعه ديت على شغلي العبد لله اللي واقف قدامكم دوت، اللي بيتكلم قدامكم. السماعه دي ماشيه مع الكالونه ديت بس. لكن انا مش هقدر اقول لك ان السماعه دي تمشي مع كل الكوالين، ما اعرفش. لان الكوالين التانية انا ما اعرفش قصتها ايه، انا ما اعرفش، ما سمعتهاش. وانت لما تيجي تاخد من عندي صوت هديك صوت انا متاكد منه، انا جربته عندنا يعني انا مش عارف اوريلكم القصه ديت اهي. بصوا يا جماعه، متهيألي ان مصر كلها ما تخرجش بره اللي انا شغال بيه دوت، كروس 2 وي، كروس 3 وي، كروس ديجيتال. متهيألي كلنا شغالين بدول. يجي عندي واحد مثلا منكم عايز ياخد طب انت شغال على انهي دولت؟ شغال على دوت. طب استنى، بص القطعه ديت كذا والقطعه دي كذا والقطعه دي كذا، يروح مصورها على التليفون، يروح عنده نفس القطعات ديت نفس الكروس دوت يروح شغال بيه. تيجي مثلا الديجيتال دوت انت واخد من عندي طقم الصوت والكلام دوت، لا انا في الديجيتال ده بقى بالذات انا بروح عندك في المكان بتاعك عشان اعرف المكان بتاعك شكله ايه، عشان اسطب لك البرنامج بتاعك هناك. ف يعني يا جماعه كل الامكانيات متاحه، كل الامكانيات متاحه. ناقص بس اللي انتوا تفهموا بس الدنيا ديت ماشيه ازاي. وادي اهو، ايه رايكم في المنظر؟ ايه رايكم في الحبايه؟ ايه رايكم؟ حاجه زي الفل اهي، حاجه تشد اي حد خلقه ربنا. في المنظر والشكل كله تمام. طيب في الاخر بقى الصوت، ايه اخبار الصوت يا عم بتاع الصوت؟ يا عم بتاع الدي جي، علي الدي جي شويه زي سعد الصغير كده ما بيقولها. طب ايه اخبار الصوت بقى عندكم؟ بس لازم نفهم يا جماعه، لازم نفهم. انا بقول لك لو في صاموله من دول ملخلخه مش مربوطه كويس، قسما بالله الصوت هيروح في داهيه في السماعات بالذات الهورن دي. لو الحديد دوت مش معمول صح، السمك بتاعه دوت مش هو تمام، هيزن معاك ومش هتسمع صوت. دي من العيوب اللي موجوده في الكالونه. لازم يكون الحديد اللي متفصل معاه دوت حديد تمام بمقاسات معينه متثبته تثبيت معين عشان تسمع الصوت بتاعه كويس. فكل حاجه بتاعتها، فلازم نكون على درايه كامله يا جماعه، لازم نكون على درايه بالقصه بتاعتنا ديت، لازم نبقى فاهمين يعني ايه صوت، لازم نكون فاهمين يعني ايه صوت. فعشان كده اللي عايز يسمع البيزل هورن الموضه بتاعتنا، موضه العصر في اليومين دولت، يجي عندي المعرض هنا في الهرم، مريوطيه هرم، جنب فندق سياج على طول، جنب شارع انا الشارع الموازي لشارع ترسا. مش بقول لك اشتري من عندي، لا انا مش عايزك تشتري عندي، انا تعالى بس واخد بالك انت اسمع الصوت بس. يعني كل اللي عنده تعالى عندي، عايز تعالى، كل اللي عندي بس اللي انتوا تسمعوا الصوت وتسمعوا وتفهموا بس.
ويا ريت بقى ما تقوليش اصل الطبق دوت ومش انا عايز طبق اعلى ومش لا، هي مش بالعلو والله بتاع الطبق قسما بالله، لا، هو نسبه وتناسب. وظفت السماعه ديت صح ان شاء الله تكون من كوالالمبور، هتيجي تمام عندك وهتشتغل تمام تمام مع الكالونه ان شاء الله. هي 401 يقول لك بقى ايه، اصل 401 على قده، اصل في سماعه تانية 601، اصل مش عارف ايه، اصل ايه، اصل يا عم كل حاجه ليها حاجتها، كل حاجه ليها حاجتها، كل حاجه ليها تفاصيلها. فهي مش بكبر الطبق ولا الكلام دوت، ولا تغير ديت تحطها مع الطبق عشان تديك حاجه اعلى، هي مش كده. ولا اما السماعه ديت ماشيه مع السماعه مع الكالونه دي، لا اما مش ماشيه. بصوا يا جماعه، ان شاء الله باذن الله اشوفكم، يعني هنحاول بقى يعني كل يومين كده 3 نقعد نتكلم مع بعض شويه. اللايف ده كله هتلاقوه على القناه بتاعتي على اليوتيوب ان شاء الله. والله القناه سميتها اسم جميل قوي، اسمها الديجاويه، يعني عجبني الاسم ده، الديجاويه جايه من بتوع الدي جي يعني. فكل اللايف دوت زائد اللي انا مش همسحه من عندي اساسا، فهنزله على القناه برضو. وان شاء الله باذن الله حبيبي عمار، حبيبي هندسه، فان شاء الله باذن الله اللايفات اللي جايه ان شاء الله باذن الله هيبقى كلها على الفويد دوت، كلها بالحب وكلها بالحب وهنتكلم بقى على حلقات الهورن بقى اللي لما تيجي ان شاء الله. وهعمل لكم بقى ايه فيديوهات كده من الاماكن المفتوحه، ناس هي بنجرب لها الصوت والكلام دوت ان شاء الله. فانتظرونا، احنا مش جايين. السلام عليكم.